إحنا بقى دلوقتي أيام مدارس صح؟ ولازم نعمل بقى حاجة من البيت للفطار للولاد. طبعا الولاد بيحبوها جدا جدا. اللانشون ليه ما نعملهوش احنا؟ ليه نشتريه من بره بالغالي بدل في ايدينا ان احنا نعملها في البيت بمكونات جميلة جدا ومغذية جدا ومضمونة، لانك انت عاملاها بايدك في البيت وبنسبة الفراخ او اللحمة بتكون نسبة كبيرة جدا. يعني بتاع بره ما بيكونش فيها نسبة اللحوم بتبقى كتيرة، بيبقى أكترها مكونات، ممكن فيها مكونات صناعية. ليه احنا بنعملهوش في بيتنا؟ عشان نحافظ على ولادنا وصحة ولادنا. أظن هنا أديكوا شايفينه وأنا بقطعه. طبعا من اللانشون من أنواع الجميلة إن الولاد بيحبوها جدا جدا، ومحبوبة لدى الكبار والصغيرين. أنا واحدة من الناس بحب اللانشون وأحفادي بيموتوا فيها. يلا بينا بقى نعملها ونشوف طريقته زي بالظبط، بحيث إنك انتي تقدري تعمليه بكل سهولة وما ياخدش منك وقت خالص. في نص ساعة بتكوني عاملة اللانشون. طبعا اللي موجود ده فلفل اسود، الاسود اللي في الشريحة دي ده فلفل اسود. اوكي يلا بينا بقى نشوف هنعمله ازاي، ومكوناته سهلة جدا وموجودة في كل بيت. يلا بينا نشوف اخبار اللانشون وطريقته ازاي. واذا عجبكم الفيديو يا ريت تنزلوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعيل الجرس والشير عشان يوصل لكم كل جديد مني. هنا بقى هنجيب المقادير ونقول عليها: نص كيلو فراخ، او لو انت مش عايزة فراخ نص كيلو لحمة سيان فراخ، او اللحمة هتتعمل بالطريقة دي. هنمسك الفراخ، طبعا انا جايباها بانيه، ونقطعها قطع صغيره. لو انت عندك صدر فرخ عادي ممكن تشيلي العظم بتاعه وتقطعيه قطع صغيره وهنفرمه. بصوا انا بقطعها قطع صغيره ازاي. بعد كده هنفرمه في الكبه عشان يبقى ناعم جدا. هنا بقطعها مكعبات صغيره. على فكرة اللانشون البيتي ده من أحب الأكلات، يعني إيه وأسهل الأكلات. على فكرة أنت هتعمليه مش هياخد منك وقت خالص خالص. هنا قطعنا اللحمة، بصوا قطع صغيرة ازاي، يعني أنا مش عايزاها قطع كبيرة عشان تتفرم بسرعة وما تاخدش وقت مننا. وطبعا البانيه بتبقى الشرايح بتاعته رفيعة، يعني مش هتاخد وقت حتى في الفرم. هنجيب الكبة وهنبتدي نحط فيها الفراخ وهنفرمها زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. هنا حطينا الفراخ كلها وهنبتدي نشغل الكيتشن او اي كبة تكون عندك. بصوا هي انا عايزاها مفروم ناعم جدا، يعني مفهوش قطعة تكون خشنة. بصوا انا عملتها ازاي اهو، ناعمة جدا جدا، هي زي العجينة اهو. خلاص هنحط بقى نص كوباية زيت، خليكم مركزين معانا. وهنحط معاها التوابل، عبارة عن معلقة بابريكا، معلقة صغيرة بابريكا مليانة، نص معلقة توم باودر، نص معلقة بصل باودر، وربع معلقة فلفل اسود. اوكي كده المقادير التوابل سهلة جدا. هنحط معاها 5 قطع جبنة مثلثات و2 مكعب مرقة دجاج. كده لحد الآن متفقين يعني أسهل مكونات، وكله موجود عندك في البيت على فكرة، وأي نوع من جبن المثلثات ممكن تستعمليها. حطينا المكعبات في اللي هي المرقة الدجاج في الكبة، وبعدين هنحط الجبنة واحدة واحدة في قلب الكبة لحد ما يخلص المقدار. اوكي ادي واحد وادي التانية بفكها، وهنحط بقية ال5 مثلثات الجبنة. 3 4 5. هنحط معاها بقى 5 معالق دقيق. ادي 5 المعالق الدقيق. طبعا نص معلقة ملح حسب الحدق اللي انت عايزاه. ليه حطينا مقدار صغير من الملح؟ عشان مرقة الدجاج فيها ملح. هنحط بقى اي لون غذائي عندك يكون لونه احمر، اي نوع. انا حطيت اللون الجيل، وهبتدي افرم كل المكونات دي كلها مع بعض. طبعا زي ما انتم شايفين كل المكونات تتخلط مع بعض بالطريقة دي. هنحط معاها ايه بقى؟ 3 بيضات. 3 بيضات، دي 1 2 وهحط التالتة. 3 بيضات كده. المسألة سهلة جدا. هنفرم كله مع بعض تاني بحيث كل بقى الخليط، عارفة كأنك بتعملي كيكة، هيبقى زي الكيكة كده.
بس طبعا على اتخن. طبعا اديكوا هتشوفوا الشكل العام بتاعه. لو طبعا في حاجات في الجوانب هننزلها بالسباتيول. بصوا الخليط عامل ازاي اهو، تخين جدا. انا عايزاه كده، انا مش عايزاه سايل. عشان كده انا بقول لكم حطوا كميه حلوه من الفراخ او اللحمه، نص كيلو. انا عملت نص كيلو. هجيب بقى ورقه استرتش ونحط عليها الخليط بالمنظر ده زي اسطواني، وهتشوفوا انا هعمل ازاي. انا المقدار ده عمل عندي 2، عمل عندي 2 من الاسطوانيه اللي انا هوريها لكم دلوقتي. واحده كبيره واحده صغيره اصغر منها شويه، يعني المقدار هيعمل كميه حلوه جدا. طبعا لو انت عايزه شويه فلفل اسود حصى حطي فلفل اسود، مش عايزه مفيش مشكله، دي اختياري بالنسبه لك. هنجيب الاسترتش بالمنظر ده، وهنبتدي نحاول نعمله اكنك بتلفي سويسرو. عارفه تلفي سويسرو ازاي؟ هيبقى بالمنظر ده. بصوا انا هعمل، خليكم برضو معايا كده وشوفوا انا هلفه ازاي. طبعا عدل الاسترتش عشان ما يكلكعش تحت الخليط، وابتدي اضغط عليه بايدي كده بحيث ان انا اساوي العجينه كلها. هتشوفوا المنظر دلوقتي عامل ازاي. هجيب الورقه. لو انت حاسه الورقه مش مكفيه او ممكن يخرج منها خليط، نحط في ورقه تاني او استرتش تاني زي ما انا هعمل دلوقتي. بحاول اضغط بقى كده واجيب استرتش تاني واحطه برضو عشان اضمن ما يتفتحش مني والميه تدخل فيه. طبعا بعد كده هنلفه بورق فويل، بس لازم الاسترتش عشان يحمينا من ورق الفويل، عشان طبعا ده خطر على الصحه. بص انا بعمل ايه بقى، ان انا اظبط الاسطوانه بتاعتها بحيث ان يبقى عامل زي السويسرو بالظبط، ملفوف كده اسطواني. لازم اضغط على الحروف واعمله كده، الفلفه كده. ليه بقى انا بعمل كده؟ عشان لو في فراغات ما تبقاش موجوده، الفراغات تطلع. وفي نفس الوقت اللانشون لو طلع فيه فراغات كل ده هيتتكبس الخليط ومش هيبقى فيه فراغات خالص. ولو لقينا فراغات هنجيب ابره كده نضيفه، ولو في فراغات قدامنا هنبتدي ايه ننغزها بالابره، كل ده هيروح، الفراغات اللي موجوده قدامك هتروح زي ما انتوا شايفين. هنلفلف تاني برضو الاسوانة بالمنظر ده ونكبس فيها. دي اهم خطوة على فكرة في الموضوع. ليه؟ عشان ما يحصلش فيها فراغات، وفي نفس الوقت تبقى اللحم كله جوه من جوه مكبوس، يعني ما يبقاش فيه فراغات. وهنبتدي نعقدها كده بالمنظر ده عشان نضمن برضو ان مفيش حاجة تتفتح في قلب الاسطوانية بتاعتنا اللي احنا عاملاها من اللانشون. كده خلاص. هنجيب بقى ورقة فويل وهنبتدي نلفيها برضو عشان برضو زيادة امان، عشان لو اتفتح الاسترتش يبقى الفويل ماسكه، يعني الفويل ما يطلعش الخليط من بره. وفي نفس الوقت لان هو لما بيجي بيستوي بيتنفخ. عارفين الكيكه لما تيجي تعلى كده، هو هيعلى زي الكيكه بالظبط، هيتنفخ شويه عن المقدار اللي احنا عاملينه ده، هتلاقيه زاد معاكي. بصوا عمل قد ايه الاتنين ما شاء الله. هنجيب بقى ميه سخنه ونحط فيها اللانشون بالمنظر ده، وهنحط عليه معلقتين عشان ما يطفوش لفوق، يعني يديلهم تقل. بس كده ادي اللانشون كده خلاص. هنغطيه بقى يستوي على نار متوسطة لحد ساعة. هي ساعة فقط لا غير. لما تلاقيه جامد كده ومسك نفسه خلاص هيطلع بالمنظر ده. بصوا الحتة البيضة دي بقى، الحتة البيضة دي اتفتحت، يعني الاسترتش اتفتح منه حتة والفويل برضو اتفتحت منه حتة لانه اتنفخ، فعمل الحتة البيضة دي. ليه؟ لانها طالت المية، الحتة دي طالت المية، واخدين بالكم؟ بس فلازم تحكموا كويس الاسترتش والفويل. كده بننشفه من المية او يعني مطرح السخونة والعرق بتاع المية بمنديل المطبخ. ادي خلاص استوى.
وادي نشفناه من الميه. هنسيبه بقى يبرد شويه وهنبتدي نقطع فيه بالمنظر ده حسب السمك اللي انت عايزاه. انا كنت عايزاه تخين سنه، يعني مش عايزاه رفيع قوي زي الورقه كده، لا انا عايزاه تخين شويه. بصوا بقى ادي اللانشون وجماله، ايه رايكم؟ مفيش احلى من كده، سهل مفهوش مشاكل، مكوناته موجوده عندك في البيت، مش بيحتاج وقت، وهتعملي احلى وانضف لانشون لولادك، ومفهوش مواد صناعيه عشان صحه اولادك. ايه رايكم؟ مفيش احلى ولا اسهل من كده. يا ريت بقى التعليقات عشان دي تهمني جدا، وببقى مبسوطه فرحانه بيها جدا جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.